على خيبر قائد الجيش، هل كان من باب الخبرة أو كان من باب القبلية؟ أولا النبي عليه الصلاة والسلام عندما عين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قائدان لكي يفتح خيبر، هذه سياسة من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه أن ينهك العدو ويدخل في قلوبهم هذا مو سؤالي، هذا مو سؤالي. حتى يأتي علي بن أبي طالب ويستلمها جاهزة مجهزة، يعني هذا مو سؤالي، ياخذها جاهزة. بس حجي وعد فهم السؤال. الكلام ده منين طيب ابو عيشه؟ بس مصدرك عشان نتعلم. هو انت حجي وعد سالك على اسامه 17، قلت من باب انه يريد يبين انه لا فرق بين عجمي وعربي ولا بالعمر. نعم الحديث واضح، ان تطعنوا فيه فقد طعنتم وانه كذا وكذا، يعني يريد ان يرفع التمييز. يعني هذا مولى، هذا مولى وابو بكر شريف من اشراف قريش وعظيم من عظماء المسلمين، وكذلك عمر رضي الله عنه شريف من اشراف قريش، فاراد ان يرفع التمايز. اسم المصدر ايه؟ الكتاب. صوتك مسموع. مو واحد يقاطعني، ما اقدر، انا ما اقدر اصيح انا. لما عين ابا بكر عينه من باب التمييز ولا عم مبين انه الخبره والقوه؟ اي هذا سؤالي. جاوب. النبي عين ابا بكر من باب انه رجل حريب، يعني الله وكيل. من باب الخبره والحنكه والسياسه والدهاء، نعم، ومن باب البطوله والشجاعه. لا للحمير عنده خبره. نعم، هذا الله المستعان. يعني اما تعيين اسامه بن زيد فهو لاجل ان يرفع التمايز بين الصحابه. يعني يورط الجيش، عشان يورط الجيش بيروح يفتح بلاد الشام عشان يرفع التمايز. تفضل ابو كريم كمل. لا ما اقدر كمل ايه كمل. الان يقول لك لين رجل، انا جاوبك، يقول لك لين ابو بكر رجل حرب ما شاء الله، يعني الوغى تشهد له. تفضل. زين، لما رجع فارا ولا رجع ليس فارا ابو بكر في المعركه؟ لا ما رجع، هو مو فار رجع. يقول لك هو فار ابدا، لم يفر. الذي يفر يذهب للبيت. هؤلاء رجعوا للنبي مباشره. يقول لك مو يعني فار، ابو بكر مو فار. لا، الفار يخرج من المعركه ما يعود للنبي، هؤلاء عادوا للنبي. النبي له سياسه ان هؤلاء يا بس الفار يدور جبن يا معود. انت شنو هذا صدق يعني تنطلع عليه؟ الفار يدور جبن. خلي ابو عاشه قلنا ابو عاشه هو سؤال، قال لك ابو بكر فار لو لا؟ قلت له لا مو فار. تفضل ابو كريم. نعم. ليش التطويل؟ تفضل. يعني ما قدر يفتح خيبر، صح؟ ما قدر. اصبر، يقول لك ما قدر ولا ما قدر؟ سياسه لان يريدون يجهزوها لعلي بن ابي طالب. تجهيز يعني كان ارمد الامام علي، كان ارمد. شلون يجهزونه؟ لحظه، وقف. هم كانوا يعلمون الغيب انه علي بن ابي طالب راح يجي وراهم يفتحها، كان علم غيب. الامام علي كان مريض. الله اكبر. النبي صلى الله عليه وسلم ارسلهم لاجل ان ينهكوا العدو. هذه سياسه النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ثم ان علي بن ابي طالب كان عدو كان ورا خلف العدو، ما كانوا برا. هذه المعركه عليه يا شيخنا النبي عليه الصلاه والسلام شيخنا به وان يعلم من شانه. قال اذهب وافتح خيبر. شيخنا بس خل خدمه. هو اكو سور، سووا ميوت اخواني، ما ادري منو عنده صوت القدس لو منو. اكو حائط، سور. ابو بكر صعد على الحائط لو ما صعد؟ ابو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه لهم سياسه صعدوا على الحائط. لا هو مو اسمه حصن خيبر ولا شلون بلوي؟ ليس لهم الفتح، ليس لهم. انت مو تقول انهكوا ان يدخلوا الرعب. يا شيخنا انت تقول الله لما اليهود يرون هذا الجيش بقياده ابو بكر ثم يرون جيشا بقياده عمر رضي الله عنه يدب الرعب في خل اشوف هو سواله زرب بيل ولا يجيك يا اخواني يجوكم شيخنا الحبيب ابو عاش. هذا رعب في قلوب اليهود. يا بس ايش عندنا؟ لما جاء علي بن ابي طالب راى المساله واضحه وصريحه حتى ما استغرب، فتح الباب ودخل وانتهى الموضوع. انا اسالك سؤال. لحظه ابو عاش، الان هو هم داخل سور، جيش داخل سور. ابو بكر هو وعمر انهكا العدو،
شلون انهك العدو؟ مثلا جاب له بالرعب اللي دخل في قلوبهم، الرعب والخوف. خل اخدمك يابا بس طيني مجال. احنا هناش عندنا مثلا سور، شو اسوي؟ اجيب دريل او ازرب بالدريل، ازرب بالدريل، زين يجي احمد الامامي بس يدفع على الحائط يوقع، اجى علي بن ابي طالب دفعها سلام الله عليه وقع. انا اريد اسالك، اقول لك اريد اسالك كم زرف عند ابي بكر زرف الحائط وعند عمر كم زرف؟ اهم شيء زرف عمر ايش قد؟ النبي عليه الصلاه والسلام اراد بارسال ابي بكر رضي الله عنه وعمر ان يدب الرعب في قلوب الله عز وجل بدون زروف. والله ابو عائشه مهرج. بهم الرعب. الله سبحانه وتعالى ابو عائشه مهرج، والله مهرج ابو عائشه. وقذف في قلوبهم الرعب. منو قتل مرحب؟ منو قتل مرحب؟ عمر ولا ابو بكر؟ لا حمل عليهم. هدوء سؤالي انا، سؤالي منو قتل مرحب؟ يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا. صغير خلينا نفهم. يعني بالرعب. لحظه الان تقول ابو بكر القى الرعب، اذا ابو بكر نعم. لحظه، اذا ابو بكر عنده ملقات، يعني ملقات تلقي الرعب. الان السؤال، انا كانسان حربي مثلا، انسان مثقف اقرا في الحروب، في سور واجى ابو بكر ويريد يلقي الرعب، شلون يعني يزأر عليهم، يرقعهم بمنجنيق، بريح مثلا يضربهم، شو يسوي لهم؟ تيس تكفي كلمة الله أكبر، الله أكبر، عندما يسمعون هذه الكلمة على طول الله أكبر. جيش عمار يا شيخ عمار، شيخنا عمار تسمعنا من فلسطين؟ عندي سؤال. عايشه من اللي قتل مرحب؟ لحظه يا ابو شيخ عمار، حياك الله شيخ عمار حبيبي، اهلا وسهلا. اهلا ابو عائشه، كيف حالك يا شيخ ابو عائشه؟ كيف حالك؟ حياك الله. لكم هذول متفقين، هذا الاهل يطب يسلم عليه. اقول لك انت شنو عندنا حفله تعارف، انت قاعد بالكليه، ايش عندك؟ كيف حالك شيخنا ابو عائشه؟ كيف حالك؟ ايش انت لا انت برنامجنا برنامج الخلف ابو عائشه. شنو واحد حياك الله، شلونك حبيبي؟ شايات ابو شنو عجبتني والله بالقران، ادري هو برنامج تعارف. احمد والديك خليني اشوف هذا السور شلون ادخلوا الرعب. الله لان انا اريد افهم، انا مجرد اريد افهم، انت ليش ما تخلي يفهمون الناس؟ استاذ عمار، الان في سور. نعم. سور نعم. اجى ابو بكر وعمر. نعم. شنو زرفوا؟ يعني ثقبوا الحائط، الجدار، ثقبوا الباب، جربوا مثلا، حاولوا ما، يعني شلون انهم انهكوا العدو كما قال فضيلة الشيخ عبد العزيز؟ نعم كلام الشيخ ابو عائشه صحيح، لانه اولا يجب ان تفرض الحصار على المدينه، ثم بعد ذلك بعد ان ننهك العدو بعد ذلك نهاجمه. لا يجوز ان تهاجم العدو، هذا خطا. العدو سويته انت قاعد في فلسطين، لما تنهك العدو بصفك وتطلعه. والله فيهم يعرف الخطط العسكريه. لا خلي الشيخ يكمل، لا تقاطع. انا يا شيخ محشي ما تسويها فلسطين يا عيني. ابو بكر هذا ما شايف الرساله. لا حج الله يرحمه، هو قاعد ينظر علينا. يعني شنو هذا الشيخ الخبير العسكري طارق حرب؟ هو ابو بكر انت ليش ما تريد تاخذ العلم؟ ليش ما تريد علم؟ فيلم ادري، والله فيلم ادري هذا انهاك العدو. هسه احنا شنو نستفيد من كلامه هذا الدين؟ لا هو الان مو فلسطين. خلي افكك وياه العباره. الان شيخ عمار شيخنا الحبيب، الان الذي فهمناه نحن كمستمعين انه هؤلاء مجرد حاصروا، يعني ما حاربوا. نعم انا عندي دليل. انا اصبر ما هو المشكله شيخ احمد يخاطئنا يعني. اولا عندما تم حصار العراق كيف استطاع احتلاله؟ لانه بسبب الحصار. لولا الحصار لما استطاع ان يحتل العراق في 2003 او 2004. فبالتالي هذا اولا يجب ان تحاصر العدو وتقطع عنه الامدادات وتضعف الجيش كما فعل ابو بكر وعمر. اضعفوا الجيش واللي في موجود في خيبر، ولم يستطع الجيش ان عندما جاء علي لم يستطع، كان الجيش منهك، يعني لا طعام ولا شراب، اقل عندهم وضعفاء. فبالتالي عندما ياتي علي يجد الامور يعني جاهزه له تقريبا. هذا اولا. ثانيا
بس يعني ابو ايوب الانصاري فتح حصن خيبر، بس لماذا يذكرون علي يا شيخنا ابو ايوب الانصاري؟ يا اخي لا يعطونا مجال. لا شيخنا ابو ايوب الانصاري هذا انا اللي اقاطع شيخنا الحبيب يعني شيخنا الحبيب ابو ايوب الانصاري، شيخنا عمار الحبيب ابو ايوب الانصاري فتح حصن خيبر بس ماكل يعني مش ماكل ما تقدر اسمع، اعطينا مجال اعطينا. انا نكمل الفكره. لا اسمع اتركنا الان انت قلت ان عمر وابي بكر والجيش حاصروا الحصن نعم. ولم يتيحوا للطعام ان يدخل، صح؟ نعم، حصار اقتصادي، منع الطعام، منع الشراب، تمنع دخول السلاح، تقتل في الجنود الحراس او تضعفهم. احسن، يضعف الحراس، يصبحوا ضعفاء. لحظه انت كنت وياهم، يعني انت شنو قونيه تمن شنو يعني شلون؟ عندي ادله، ما هو المشكله تقاطعونا، عندي ادله انا. عندي ادله. لا على الحصار أولاً لا هاي الحصار صدقني اول مره اسمعها، انه ابو بكر وعمر. يا اخوان صار لي الله وكيلكم، صار لي يمكن 35 سنه انا بهاي الشغله، ممكن اكثر. اول مره اسمع انه حصن خيبر انتصر عليه بقونيه تمن، يعني لو نعم، هذا حال كل الحصار، كل الدول التي تحاصر، هذا يحدث في كل الدول. يعني يعني القسطنطينية مثلا، لولا انهم منعوا الطعام والامدادات والسلاح، هل كانوا سيستطيعوا؟ حصار العراق نفس الشيء، لولا انهم حصروا العراق كيف استطاعوا ان يدخل؟ يعني هذه رواية صحيحة السند، يقول في المصنف. خلي يقرأنا هاي الصحيحة بلكي بها. سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلما أتاها بعث عمر ومعه الناس إلى مدينتهم أو إلى قصرهم فقاتلوهم، فلم يلبثوا إن انهزم عمر وأصحابه، فجاء يجبنهم ويجبنونه، فساء ذلك رسول الله. لا منو الجبان؟ فوق منو الجبان؟ منو يجبن؟ هو أصحاب عمر يقول أنت جبان، وهو يقول لهم أنتم الجبناء. يقول الشاهد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لأبعثن إليهم رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يقاتلهم حتى يفتح الله على يديه. ليس بفرار. من الفرار؟ انا لا بلها بمن؟ سيدنا هاي بلها واشرب ميتها، يقول لك انا راح اسوي حزب. لا انا الان راح اسوي حزب. سهير الروايه صحيحه. هو رجل الروايه صحيحه. سيدنا انا ضدك وضد احمد. لا عندي سؤال جهنمي. مو الحزب غير اسوي له حزب ديالله. لا حق ابو عائشه انهكوا الجيش، اذا انهكوا جيش العدو وموجودين ابو بكر وعمر، ليش رسول الله قال الحصار يستسلم الجيش مباشره؟ يستسلم مباشره. احسنت. ادري بس واحده هذه ليش ما خلاهم ابو بكر وعمر؟ يا عمار اصبر. وابو ايوب الانصاري طبعا يوما الانصاري يا عمار يعني فتح واحد من الثمانية. بس ابو هاشم اعطيهم مجال. ابو هاشم يا دور ابو هاشم. بس لحظه ابو هاشم طلبتك رحمه الله على والدك مولانا ابو جاب. ابو هاشم طلبتك قبل السؤال، طلبتك مو هو يتعلق بيك اخونا عمار. كم دامت مده محاصره الضرغامين ابو بكر وعمر للحصن؟ هذه المدة كانت يعني لم تحدد بالضبط في الروايات. يعني مثلا لا تحدد يعني مثلا يعني هذه يعني ربما عد شهر تقريبا او شهر. واقف رحم الوالده قد اسس حزب الان مده شهر حاصر. زين اخونا عمار،
احنا جيش نعم وشهر واقفين. نعم اخوان ندق الباب، نعم. نكسر الباب وندخل عليهم. ليش ما عمر كسر الباب ودخل؟ لا، ما هو يوجد حراس يقاتلون ايش يخاف من الحراس؟ لك انت غيرهم. ادري هو واقف شهر ناطور حارس مرمى، ادري شهر شو يسوي؟ واقف يباوع عليهم ينتظر حاته. انا والله ينتظر الى ان يضع في الجيش. ادري والله ينتظر صاحبته شهر واقف. ادري فهمونه. والله العظيم احز على العرق. شيل عمي بطلت والله. بس ينتظر صاحبته واقف يتغازل. سؤال اذا جاء مصيبه ياكلك ليش يا عمار زين ادري بس لا لحظه ابو هاشم مو سؤال عقلي اخوان. هو باب لو حديد لو خشب لو تشينكو، هو باب. انا عمر، اسمع بس ارجوكم لا تقاطعون اخواني. انا اريد افكك العباره، اريد احلل. الان هو باب وانا عمر وابو بكر واقفين شهر على الباب. الباب يجوع يزنجر مده شهر، ادفع الباب وادخل. انتظر الراتب حتى يفتح لك. سؤال للسلفيه الان. خيبر بيبان اريد افتح وسط القلب. بيبان حاج وعد مدام. والله عندي سؤال. لا تخربون سؤالي ارجوكم. كم حصن خيبر؟ لا سؤالي. كم حصن خيبر؟ كم حصن؟ هم محاصرين. اذا محاصرين خيبر شهر. زين اذا محاصرين خيبر شهر، ليش ما خلاهم يفتحون؟ قال خلى واحد ارمد، جاب واحد ارمد وعشان يفتح. ليش ما فتح وراح تدور واحد ارمد مريض عشان يفتح؟ انا بس حابب ارد على السيد ميثم. عمار ولا ابو رحمه الله على والديك عمار. حابب ارد ابو سلطان قبل ان ترد اسمع. لا بس ملاحظه خل اخدمك 10 ثواني. انا عمر وانت ابو بكر، والباب امامنا. ايش منتظرين شهر؟ ليش منتظرين شهر؟ حاج وعد خلينا من هاي الكليهية. هذا حكي يرضيك. اسمع، أنا أريد أرد على السيد ميثم في ملاحظة يا أهل السنة والجماعة ويا أيها المشاهدون. سيد ميثم فرحان على حاله قاعد ورا اللابتوب وكل شوي جايب لي رواية. يا سيد ميثم، هناك قاعدة عند أهل السنة والجماعة: ليس كل ما خرج بسند صحيح فهو صحيح إن لم تجتمع فيه الشروط الخمسة. هذا قاعدة عندنا يا لكي يا مدلس. شكرا لك. الجواب لا لحظة حجينا. هو وجه لي السؤال. الجواب على السريع. أولا، ليس كل ما عندك صحيح السند فهو صحيح، لأنه عندك قاعدة وهذه القاعدة تعتمد على قرينة نسلم لك. طيب الآن أنا أتحداك تحدي علمي أن تعطيني إن أبو بكر أو عمر ثبتوا في معركة واحدة، والله وبالله وتالله أصير وياك سلف اليوم. يلا، هل ثبتوا في أحد؟ هل ثبتوا في حنين؟ هل ثبتوا في الخندق؟ عمر قاعد بحديقة بسند صحيح، الذهبي يقول صحيح، قاعد بحديقة موجود أصحاب كما موجود من أصحاب الصخرة. عمر حرق يوم فوق الجبل صعد هو وطلحة. الدليل وين ربنا أردتها عليه. والله سهم يصيبك في تاريخ الطبري الجزء الثاني الصفحة 166. حدثنا بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن ميمونة أبي عبد الله إن عبد الله بن بريدة حدث عن بريدة الأسلمية قال: لما كان حين نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصن أهل خيبر أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء لعمر. يا عمر
ونهض مع من معه من الناس فلقوا أهل خيبر فانكشف عمر وأصحابه فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن دل على شيء يدل على ولك رجعوا وركض حتى اشتركت بحلقه في الصميم وفي الصميم الصحيح تتوفر فيه الشروط يا مدرس. رجع ركض يا معود. اسمعوا اخواني خلينا نقرا قبل ان تقرا خلي نشوف التفكيك العبارة. الآن عمر انكشف ولا ما انكشف؟ حاج وعد كلماتك الركيكة لا تمشي علي. وانت قلت أنا عندما ليس كل حديث حسن إسناده صحيح بل يجب أن تتوفر فيه الشروط الخمسة. شيخنا تكلم حديث أخي أنت مسيء ليس من مسلم. شيخنا أولف سيد ما يسمعك سيد. شيخنا يا أخي هذا معيب تشربه شيخنا الحبيب أرجوك أن تهدأ. الآن أنت قلت فانكشف عمر وأصحابه، صح؟ أنت قلت صح؟ نعم فانكشفوا، نعم، لأن خيبر كانت في تلة وكانت مرتفعة وكان حصن شديد حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكثر من 20 يوم ونحن محاصرين الجسم حتى أنهكوهم حاصروهم. بعدين بالاخير فات علي وخذ نصر علي وعلي شال باب خيبر وعلي والله لولا عمر وابا بكر لما كان لعلي وجود. لحظه اوقف. انت الان امامك الطبري صح اللي قرأت منه؟ نعم. رحم الله والديك. الان فانكشف عمر واصحابه، اقرأ لي بعد 5 كلمات. ونهض من نهض معه من الناس فلقوا أهل خيبر فانكشف عمر وأصحابه فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ويجبنهم. طاح صبغك والله العظيم انتم مهزله مهزله اقسم برب العباد. هذا المقطع وحده مو فضيحه بجناجل. يعني تدعوا الصابه وتقعد هنا تلطم ويا ابو عائشه، اثنيناتكم تلطمون سوا. يعني تدري شنو تجولون؟ والله تجولون. ابو باقر خلي يعيد ابو باقر خلي يعيد. هو انصدم. ما سمعني الناس ما سمعت كلامه. خليه يعيد المقطع. لا طلعوا من جواه هسه يا رجل. خليه يعيد. اقرا كمل. وين فانكشف عمر؟ كمل. فانكشف عمر بعدها شنو؟ يا أهل السنة تصبحون على خير، في أمان الله.